وماسك كان بيصرف سيوله ضخمه جدا على سبيس اكس، منها عربين اتدفعت لعربيات تسلا لسه ما اتعملتش اصلا. ومش بس كده، لو ناسي يا صديقي احنا في سنه 2008، ولو ده ما لفتش نظرك لحاجه، احنا دلوقتي في قلب اكبر ازمه ماليه عالميه. ورغم ان ماسك كان شايف انه كان لازم يتحمل مسؤوليه كل اللي حصل ده لوحده، لكن المساعده هتجيله من اخر ما كان ممكن يتوقعه. مجلس اداره باي بال اللي انقلبوا عليه من سنين وطردوه من الشركه في 2008 هيقرروا ينقذوه عن طريق ضخ 20 مليون دولار كاستثمار في شركته سبيس اكس، وده اللي ساعد انه يبقى في محاوله اطلاق رابعه لصاروخ فالكون 1. بس المره دي لو ايلون ماسك فشل هتبقى هي دي النهايه، هيخسر سبيس اكس ومعاها تسلا للابد. كمان فريق عمل ايلون ماسك هيكون سبب في انقاذه. فبرغم طريقه تعامل ايلون ماسك القاسيه معاهم والمعروفه اصلا عنه، الا انه بفضل اللي عمله ده خلى اللي كانوا موجودين معاه وقتها هم مهندسين فعلا اثبتوا شطارتهم وكفاءتهم لايلون ماسك، لدرجه انه لما كان بيشحن مكونات الصاروخ الرابع هتظهر